كان يشغلها له كل يوم عشان يقول له انت في خطر، انت في خطر. رمية بغير رام. كتير جدا 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 من الأعمال المفصلية في الأغاني في السينما وخلافه كانت رمية بغير رام، حاجة مش متخطط لها، مش مدروسة، مش مقصودة، إنما إحنا ما عندناش رصد أصلي نقدر نشوف التجديد ماشي مودينا لفين، فيعني حاجة تتعمل بقى تعمل بوم فتروح إيه واخدانا في منحى، والمنحى ده ياخد سكة جديدة، والسكة دي تقعد سنة أو سنين أو يعني عقود حتى لقدام. منها أغنية عدوية بتاعت محمد رشدي اللي هكلمك عنها دلوقتي، واللي بدايتها من عند صلاح جاهين، مع ان صلاح جاهين لا مؤلفة ولا حاجة، بس صلاح جاهين في الوقت ده كنت تقدر تعتبره عبد الحليم بتاع الصحافة والكتابة والإبداع. ليه؟ كان صلاح جاهين زي عبد الحليم ممثلين طبقة دي ملهاش وجود، طبقة افتراضية بس دولة يوليو عايزاها الأول تتكون وبعدين تقود، وهي المتعلمين المثقفين الجامعيين، سميهم زي ما تسميهم، اللي هم يبقوا يعني لأنها مش موجودة عندها صفات كده شوية متناقضة، اللي هو إيه يعني ثوريين واشتراكيين وحالمين وبيشجعوا الدولة، يعني حاجة كده تركيبة هلامية، لكنها إيه كانت شائعة على مستوى الذهن. وكان صلاح جاهين واخد مساحة كبيرة جدا لأنه كمان مش بيمثل الطبقة دي كتركيبة، لكن باعتبارهم الشباب. وكان في حكاية الله أعلم بصحتها لكن كانت منتشرة، إنه صلاح جاهين لما كان صغير وكان عايز يدخل ويدرس فنون أو يبقى رسام كاريكاتير ويبقى شاعر ومبدع، أبوه كان عايز يدخل حقوق يبقى قاضي زيه، فقال له أنت بكرة هتتعرف بيا. وفعلا القضاة لما قابلوا عبد الناصر بيتعرف عليهم، فقال له انا بهجت حلمي، قال له انت بهجت حلمي ابو صلاح جاهين. وبقى ايه ده موضع انه الناس تقول يا شوف بقى الشباب بقى الاب هو اللي اتعرف بابنه، وهكذا وهكذا. من ضمن المساحه اللي كان واخدها صلاح جاهين انه عنده باب في صباح الخير، هو المساحه كلها في صباح الخير، كان عنده باب في صباح الخير اسمه شاعر اعجبني. ورغم انه صلاح جاهين ما كانش كبير في السن، لكن كان بيبعت له شعراء مقاربين ليه في السن او حتى اكبر منه، ونفسهم ومنع عينهم انه صلاح جاهين ينشر لهم في هذا الباب. ومن هؤلاء شاعر من ابنود في صعيد مصر اسمه عبد الرحمن الابنودي. فعبد الرحمن الابنودي بيبعت قصايد واغاني واشعار لصلاح جاهين ونشر له فعلا في الباب، لكن من ضمن الحاجات اللي بعتها له حاجات ينفع تتغنى، فصلاح جاهين بعتها للاذاعه للمسؤول هناك كان محمد حسن الشجاعي، وقال له ده شعر كويس وشعر انت تاخده وتتبناه. فالشجاعي يعني ما رضيش يكسر بخاطر صلاح جاهين نتيجه الحظوه اللي عنده، وقال له طب ماشي خلاص، غنوه تفوت ولا حد يموت او اغاني تفوت ولا حد يموت، وشاعر هنعتمد ونعمل له كام اغنيه وخلاص. لما راح الابنود الشجاعي كان شايف ايه ده، هو ما يعني اللغه ما كانت ساعتها بقى المسلسلات الصعيديه ولا اللهجه الصعيديه منتشره، فاللي هو قال له ايه ده انت يمني؟ لا بينا. طب امال انت ايه يعني ليه بتتكلم كده؟ باشا المهم طب خلاص يا جماعه هنعمل ايه؟ عملوا اغنيه عن القطن غنتها فاطمه علي، مطربه اسمها فاطمه علي. طيب نعمل ايه كمان؟ عملوا ايه اغنيه عاطفيه ولا اغنيه يعني كده، تحت الشجر يا وهيبه مكاننا برتقال. ايه دي؟ مين يلحنها دي؟ ودوها لمنير مراد، قال لهم لا مش عارف ايه الكلام ده. ودوها مش عارف موجي ما موجي ايه، ما حدش عايز يلحن خالص الكلام ده، فوقعت في قرعه عبد العظيم عبد الحق. وكان عبد العظيم عبد الحق انت هتعرفه من الصوره، وعبد العظيم عبد الحق ده غير عبد العظيم محمد غير عبد العظيم عويضه، دول حاجات غير بعض، ممكن مره نبقى يعني نتكلم عنهم الثلاثه والفرق بينهم. عبد العظيم عبد الحق كان اخواته وزراء ومن عيله كبيره، لكن هو مزاجنجي وغوى الفن ودخل في السكه دي ومثل ولحن وله فوق ال 500 لحن يعني وبتاع. فهو حب الحكايه وحب التحدي وراح ايه ملحن. حلو قوي كده، خلصنا نص الحكايه. فاضل مين يغنيها؟ برضه نفس الحكايه، مش لاقيين حد يغنيها. طب نروح للواد بتاع قولوا لمأذون البلد اللي هو محمد رشدي. ما كان ساعتها معروف كش نجم، لكن كان معروف
اغنيه اسمها قولوا لمأذون البلد، كان ليها قصه كده، انه يوم 3 هي اتذاعت يوم 23 يوليو 52، يوم 23 يوليو 52 بينما كانت الاذاعه تحت حصار الدبابات اللي هي مسيطره عليها، باعتبار الاذاعه هي اللي بيتقال من خلالها البيانات الرسميه للشعب، دبابات محاوطه المكان ومحدش عارف يدخل ولا يطلع ولا بتاع. وجه شاب عايز يدخل الاذاعه، هو شاب معتمد، مطرب معتمد في الاذاعه، بس عايز يدخل الاذاعه، رفضوا وقالوا له النهارده يوم استثناء، هو مش فاهم ايه اللي بيحصل يعني، قالوا له النهارده يوم ايه مش زي كل الايام، فروح فقعد على الرصيف يعيط. الضابط المسؤول كان انور السادات اللي هو كمان حتى اذاع البيان، والسادات سميع، لا عيل ايه او شاب صغير عمال يعيط ولا بتاع، ايه يا ابن مالك؟ قال له والله انا يعني كان المفروض النهارده يومي، عادي هي بتبقى ادوار في الاذاعه عشان اغني اغنيه ولا بتاع، اخد منها قرشين، وبعدين الاغنيه بتاعت افراح فيطلبوني في الافراح، انا مش عارف كده ايه باظت الحكايه. قال له طيب اغنيه افراح دي فال كويس سمعني، فراح مسمعه وقول له لمأذون البلد، قال له تعالى ورايا وسجلوها واتذاعت. ودي كانت هي الحاجه الوحيده تقريبا يعني اللي عملها محمد رشدي واتعرف بيها. فقالوا نروح للواد بتاع قولوا لمأذون البلد، وبرضه نفس الحكايه ومش عايز يغنيها وبتاع، كان هو بقى شد حلو شويه في الافراح، فحس انه لما راح له الابنودي بالتكليف من محمد حسن الشجاعي، حس انه ده يعني ما الشاعر ده بهيئته بمنظره ما يطلعش منه حاجه وبتاع، فعايز يملص يتهرب. فالابنودي شد عليه وقال له انا جاي لك من عند الشجاعي والا هتتلاقى. ماشي طب خلاص يلا، وراح وفعلا رشدي غناها، واذا بالبوم تحصل. كانش بوم كبيره بس بوم، لانه الاذاعه كانت بتعتمد على الجوابات اللي بتيجي من المواطنين، اللي هو عايزين نسمع كذا واغنيه كذا حلوه وبتاع، فلاقوا مواطنين كتير بيطلبوا تحت الشجره وهيبه، فقال لك بس الاغنيه دي فيها حاجه، فالثلاثي ده او العب ده يعمل ايه اغاني تاني، فبداوا يقولوا لهم طب ما تعملوا اغنيه جديده. طيب نعمل اغنيه جديده. كان ساعتها عبد العظيم عبد الحق عنده شغاله اسمها عدويه، وكان الابنودي بيروح لعبد العظيم من البيت وبتاع ايام تحت الشجره وهيبه، وبعدين ايه ما تفهمش بقى حب ما امرز على البت ولا حاجه، اسمك ايه يا بت؟ قالت له اسمي عدويه. قال لها طب انا هعمل لك اغنيه، وعمل لها الاغنيه بتاعت عدويه دي اللي هي اسمك عدويه يا صبيه ورموشك شط، وانا طول عمري غريب في الميه وبتشال واتحط والخ يعني. فكتبها الابنودي، بس عبد العظيم عبد الحق حس، ده تقديري الشخصي يعني، حس ان الموضوع داخل فيه انه لا احنا عملنا غنوه لمؤلف مغمور ما مش معروف خالص، وملحن برضه نص ولا ربع ما معروف، ماشي دي حاجه تمام، انما كده احنا داخلين في اجواء منافسه. فانسحب وقال له بص يا عبد الرحمن، البت مزولاني وانا مش عارفه الحن وهي موجوده وبتاع وكده، طيب لا خد انت الاغنيه حد يلحنها تاني. فوقعنا ايه في حزبس، ورجعنا تاني لنقطه صفر، ان احنا عايزين حد يلحن هذا الكلام. في ذلك الوقت كان بليغ حمدي معروف جدا، لانه بليغ كان لحن لام كلثوم غنوه واثنين وثلاثه، يعني كان عامل لها كذا حاجه، كان عامل لها حب ايه وانساك وظلمنا الحب وساعدني، فكان مشهور. لكن رغم ولذلك انا دايما اقول الحاله الغريبه لبليغ حمدي زي الحاله الغريبه لبنجامين بوتون كده، اللي هي ماشيه بالعكس. يعني بليغ حمدي وصل القمه الاول ولحن لام كلثوم، وبعدين بدا يدور طب انا ايه سكتي فين اللي هو يتعرف بيها بصمتي، فهو ده عكس اللي حاصل يعني. فكان بليغ حمدي ساعتها بيدور على هو ممكن يعمل ايه في يبقى كبصمه، بغض النظر انه بيعمل لام كلثوم اغنيات حلوه كبيره عظيمه ده نوع تاني، انما بصمه بليغ حمدي فين؟ فكان بليغ ساعتها مع صلاح عرام، وكانوا بداوا يعملوا شركه، انه يعني يلا بينا نعمل شركه انتاج بتاع، والشركه دي اتعملت اتاسست فعلا، لكن تقريبا ما انتجتش ولا اي حاجه خالص، وكانوا بيدوروا على نمر يعملوها. فلما الابنودي كان بيتردد على الاذاعه على اساس انه عبد العظيم فكسله،
فهو بليغ قابله وقال له ايه، طب انت عبد الرحمن الابنودي بتاع تحت الشجره رهيبه، طيب ايه معاك ايه تاني؟ قال له والله معايا اغنيه اسمها عدويه كت 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 كت، طب خد اديله 10 جنيه، وخدوا منه الغنوه. وبدا بليغ وصلاح عرامي يدخلوا في اجراءات تنفيذها مع طبعا بليغ هو اللي لحنها مع محمد رشدي. طب يلا يا جماعه نروح نعمل، يلا يابا يلا. وراحوا فعلا عملوها وسجلوها. وكان في الوقت ده في حاجه اسمها حفلات اضواء المدينه. حفلات اضواء المدينه دي كانت بتلف البلاد ويعملوا حفله فيها اغاني وفيها بتاع وكده، اللي هو ايه، استعاروها في الفيلم بتاع اشاعة حب، انه راح بورسعيد ومش عارف ايه. فهو كانت حفلات اضواء المدينه في الوقت ده راح سوهاج، وكان الغنى بتعملوا صوت القاهره. فبعد ما كانوا طبعا خدوها من محمد فوزي، فهو ايه، كان في مسؤول في صوت القاهره حاضر تسجيل الغنوه مع رشدي وبليغ وصلاح عرام ومش عارف ايه والابنودي نفسه. فقال لهم والله حلوه الغنوه دي، تعالى رشدي غنيها في حفلات اضواء المدينه اللي هو هتتعمل في سوهاج اللي جايه. طيب ماشي يلا. وفعلا وراحوا عاملين عدويه اللي هي بوم، دي بقى البوم الكبيره دي اللي هي فعلا هزت عرش عبد الحليم، لانه مبيعاتها تفوقت على عبد الحليم بكتير، ومبيعات عبد الحليم في الوقت نفسه تراجعت. لانه هنا تقديري انها مش حكايه اغنيه نجحت ولا اغنيه تراجعت، وانما ده معناه كان اشاره، لو حد يعني بيرصد انه طبقه اللي هم عايزين يعملوها، اللي هي عايزين يكونوها، اللي هم بيسووها باعتبارها موجوده بالفعل، هذه الطبقة ليست موجودة. هذه الطبقة مش ممسوكة قوي، وإنما في حاجة تانية، وإنه الناس عايزين حاجة تانية، موضوع تاني خالص. فلما اتعملت عدوية دي كسروا، يعني حتى يقال إنه كان مدير أعمال عبد الحليم أو كان يشغلها له كل يوم عشان يقول له أنت في خطر، أنت في خطر. وده مش بس لما عدوية نجحت، مش بس محمد رشدي بقى نجم، ولا انه احنا مش عارف ايه، لا ده بقى في سكة تانية خالص، وبقى ما ينفعش خلاص بقى مغرور والحاجات دي ما خلاص يعني ايه، ما ولا تخنوه، لا مش هو ده الموضوع. احنا عايزين حاجة جديدة بحساسية جديدة تناسب الذوق اللي هو بقى واضح لنا ان هو اللي عليه الطلب الاكبر. فعبد الحليم ساعتها قرر يحول الدفه، ولما عبد الحليم يحول الدفه كله هيمشي وراه، كله هيمشي وراه، ما حدش هيمشي ورا رشدي حتى لو هو رشدي، لان رشدي ما عندوش حاجه، انما ده كان خلاص بقى عبد الحليم. فساعتها عبد الحليم حافظ اخذ الابنودي واخذ بليغ حمدي وبدا بيهم مشوار جديد في سكه جديده. وبالفعل عبد الحليم حافظ ساعتها كسب جولة، لكن ده كان معناه انه بعد كده وفي خلال سنوات قليلة هيخسر الحرب. هيكسب الجولة دي بس هيكسب الحرب لا بس هيخسر الحرب لما يطلع له السورس بتاع السكة اللي بداها محمد رشدي، وهو عدوية، بس مش عدوية الأغنية، عدوية المطرب. اللي بقى ده محتاج ايه؟ محتاج كلام تاني خالص، ابقى فكرني احكيهولك. تصبح على خير.